بص يا صديقي، مبدئيا كده نصلي على النبي عشان احنا جايين النهارده معانا منهوة جديدة جدا جدا. وبأمانة منهوة من أقوى المنهوات اللي أنت ممكن تشوفها في حياتك. حاكم السهود الوسطى اللي حبيبته بتموت بسبب أبوها بيقتلها علشان مش عايزها تبقى مع الحاكم ده، لكنها بتتجسد في جسد بنت تانية في عالم تاني. فبيروح للعالم التاني ده وسط التنانين والقوة، وبيحصل على حبيبته مرة تانية. بحاجات المنهوة كويسة. وطبعا قبل ما نبدا اوعى تنسى الاشتراك ليا في القناه ولايك للفيديو، ويلا بينا يا صديقي نبدا الاحداث المشوقه بتاعتنا. ومن هوتنا بتبدا يا صديقي مع حاكم السهول الوسطى اللي كان راعب الدنيا كلها، واللي كان في قتال مميت مع زعيم التحالف اللي هو ماسك كل المريم الموجود. المهم ان الاتنين كانوا بيتخانقوا عن بنت جميله جدا. البنت ديت كانت حبيبه زعيم الوصول اللي هو الراجل ده، اللي كان بيقول له انت ليه قتلتها، وبيقول له بنتي وجابت لي العار، كان لازم اقتلها بايدي علشان اخد حقي. ازاي تقع في حب بربري زيك، وازاي تقع في الرذيله مع واحد زيك، كان لازم اقتلها. وبيقول له ان دي النهايه يا حاكم المريم، وبيقضي عليه وبيقتله. وبيفتكر صاحبنا زعيم المريم بنته وهي صغيره، وبيقول ان هو حبها جدا جدا، لكن مش قادر ان هو يسلمها لواحد بربري زي ده، علشان كده قتلها وخلص منها. وبيقول رغم ان هو مات الحمد لله وكل حاجه، انه برضه قطع الحب بينه وبين اللي هو حاكم السهول الوسطى ده. المهم بقى بنرجع لحكايه الزهره دي، وبنعرف ان الزهره دي جابتها له حبيبته، والزهره دي باسمها زهره الحب. هما الاتنين حيين، الزهره دي بتنور، لكن لما حد منهم بيموت الزهره بتفصل ونورها بيختفي على طول. وبما ان التانية ماتت خلاص فالزهرة زبلت يا عيني، لكن مرة واحدة وصاحبنا واقف كده بيتفرج عليها، ليه مرة واحدة الزهرة نورها عالي مرة تانية. فبيقول لي بسرعة للظلال بتوعه نوروا لي وهاتوا لي قدام عيني اي حد يعرف تفسير للكلام ده. اصحابنا بقى بيجيبوا كل الناس المفسرين وكل العلماء الموجودين، واللي بيشوفوا بستان كامل من الزهرة دي، واللي بيستعجبوا بيقولوا ان الزهرة دي مش بتنبت الا مرة واحدة في العمر ومش لكل الناس، فازاي بقى في حديقة كاملة. فبيقول لهم ان الزهرة دي كانت نتائج الزهرة اللي كانت بينه وبين حبيبته، ولما حطها هنا ازهار كتير بدأت تظهر. وبيقول لهم حد ممكن يفصل لي ده معناه ايه؟ فاصحابنا قالوا له ايه ده، حاكم السهول الوسطى بنفسه هو اللي بيكلمنا بالطريقه ديت. وبيقول له ايه ده، معقوله زهره انطفت بعد كده نورت مره تانية؟ فواحد جه وقال لهم او قال له ده كده معناه ان الشخصيه ديت اتنسخت مره تانية واتولدت في جسم جديد. فقال له انت اللي الكلام اللي بتقوله ده صح ولا غلط؟ فقال ايه ده، لو ده معناه صح معنى كده ان انا ممكن اقابلها مره تانية. وقال له طب ايه الحل، ما انا الزهره دي هعرف اجيبها ازاي؟ فقال له ان احنا ممكن نعمل بالزهره ديت قلاده، والقلاده ديت هتبقى معاك على طول، واول لما تقرب من الحد اللي بتحبه هتنور معاك بنور خافت لحد ما تنور جامد، وده معناه ان الشخص ده اتولد في الجسم ده. صاحبنا اخد الامل منه وقال اخيرا هقدر اوصل لها مره تانية، اخيرا حبيبتي هقدر ارجع لها. وخد الجوهره وبالفعل عملها، وبالفعل بقى عنده الامل ان هو يرجع لها مره تانية. هو بيفتكر صاحبنا لما كان قاعد معاها وبينصحها ان هي ما تروحش لابوها، لكنها بتقول له ان هي هتروح لابوها وان هي هتقنعه وهي هتقدر تقنعه بان هو يوافق على جوازهم. صاحبنا كان قلبه مش حاسس ان هي لو راحت هترجع، لكنه قال لها خلاص روحي وانا تمام. صاحبتنا كانت بتحبه جدا وبتقول له ما تقلقش هنفضل مع بعضينا، لحد ما بيصحى من النوم على صوت عاصفه بره وسويت وكل حاجه. فطلع بره بيقول لهم في ايه، فقالوا له ان في عاصفه ضربت المكان اللي احنا فيه مره واحده، ومحدش منا قادر ان هو يحل العاصفه ديت، وكده كل اللي موجودين هيموتوا. فقال لهم بقول لكم ايه، سيبوني انا هقدر اتعامل مع العاصفه دي. صاحبنا بقى حاكم السهول الوسطى عيب بقى ما تقدرش ايه ده وشه بيعرق، ما علينا. المهم يعني صاحبنا بيروح علشان يخلص الصاعقه، لكن هناك لما بيروح الجوهره بتنور مره واحده جدا، بعد كده بيسقط نور من السماء على الجوهره، وصاحبنا ما بيحسش بنفسه وبيختفي مره واحده هو والعاصفه وسط كل الناس او كل الحاشيه بتاعته. ومره واحده كده بيصحى في مكان وهو قاعد في عربيه ودماغه مصدعه جدا، وبيقول ايه ده، ايه الصداع اللي انا فيه ده، انا كنت دلوقتي بقاتل العاصفه. صاحبنا بيقاتل عواصف بقى وحاجات كده جميله يعني. المهم يا صديقي لو وصلت معايا هنا اوعى تنسى انك تعمل اشتراك في القناه ولايك ليا يا صديقي عشان بس نكمل فيديوهات. المهم بقى صاحبنا بيطلع بره بيلاقي مجموعه من الحشرات بتهاجم مجموعه من الناس، فبيطلع بره وبينقذهم من الحشرات دي. بعد كده الناس بيقولوا ايه ده، مبارز سحري. صاحبنا بقى بيلاقي الحشرات وبيقول ايه ده، حشرات يع، لكن الحشرات بتيجي تهاجم عليه. لكن طبعا صاحبنا حاكم السهول الوسطى يخاف من الحشرات ولا ايه، بيجمد كل الحشرات لان صاحبنا كان عنده سمة القتال الجليد. وبيقول لهم هو انا فين وانا مين وايه ده ايه اللي بيحصل كل ده. وبيقول لهم معاكم 10 ثواني تحكوا لي ايه اللي حصل ده، ايه اللي حصل. المهم بقى اصحابنا كلهم بيقولوا ايه ده، مبارز سحري، وبيبقوا متفاجئين منه جدا وبيتكلموا معاه بلغه لكنه مش فاهمهم ولا هم فاهمينه، لان ده اصلا مدينه عالم تاني وهو في عالم تاني يعني. وبيشكروه جدا وبيقولوا ممكن نتصرف باسمك.
لكن صاحبنا بيقول لهم انا مش فاهم حاجه، هو ايه ده؟ اجانب؟ انا كنت بقاتل العاصفه من شويه، ايه اللي جابني هنا؟ والصمت يعني ساد ما بين الكل. المهم بقى صاحبنا قال له ده انت كده مش قادر تسمعني. ففكروا في حاجه وقالوا ان الخاتم ده ممكن نلقوا عليه تعويذه ويخلوه ان هو يترجم اللغات، وبكده صاحبنا هيقدر ان هو يفهم لغتنا واحنا نفهم اللغه بتاعته. وبالفعل عملوا كده. والراجل التاجر قال له انت كده المفروض تقدر تفهمني، مش كده مظبوط؟ فقال له طب بما انك بتعرف تتكلم اللغه بتاعتي ما تتكلم من الاول. فصاحبنا شرح له ان ده سحر، وان هو استخدم سحر دلوقتي علشان يقدر يتكلم معاه. فصاحبنا فكر كده وقال ايه ده سحر؟ يعني ايه؟ يعني ايه مبارز سحري اصلا؟ فصاحبنا قال له ايه ده؟ مبارز سحري يعني شخص بيقدر يستخدم السيف وفي نفس يستخدم السحر. فقال له سحر؟ يعني ايه سحر؟ فقال له عذرا، هو انت يعني ايه مش فاهم يعني ايه سحر يعني؟ هو ده مجنون ولا ايه يعني؟ في ايه؟ ايه ده منين ده؟ فصاحبنا قال له رد عليا بكل معلومه انا عايزها بسرعه والا هقضي عليك. المهم بقى صاحبنا قعد معاهم كده ونصبوا خيمه كده وبداوا ياكلوا ويشربوا مع بعضيهم، وبدا يشرح له بيقول له على السحر وكل حاجه يعني. المهم يعني فصاحبنا في الاول والاخر فاكر نفسه لسه في السهول الوسطى، ما يعرفش ان هو اصلا انتقل من السهول الوسطى لعالم تاني. فصاحبنا طبعا اتخانق معاه وقال له انت كذاب. فقال له خلاص ممكن تسال اي حد من هناك. فجاب ولد صغير وقال له احنا هنا في السهول الوسطى ولا في مملكه؟ فقال له يعني ايه السهول الوسطى؟ فقال له هو انت قلت للولد الصغير انه يقول كده؟ فقال له يا عم اسال اي واحد من هنا. فصاحبنا قال ايه ده؟ معنى كده ان انا اتنقلت لعالم تاني بجد؟ تناسخ وانتقلت قبل يعني حول الابعاد. وبيقول المهم ان دي مش السهول الوسطى، وان هو لازم يستكشف المكان ده علشان طبعا يعرف طبيعه المكان. وبينطلق بقى صاحبنا لوحده في الغابه علشان يقدر يقول، وبيقول ان العشب والشجر هو زيه بالظبط. لكن لما بيطلع هناك في السماء مره واحده بتحصل له كده ضربه مفاجاه، والضربه ديت بتقول ان كميه الدانتيان اللي جوه الطاقه بتاعته يعني بقت الضعف. يعني كده بقى اقوى بكثير جدا جدا عن القوه اللي كان موجود بيها اصلا في السهول الوسطى يعني. ويقول صاحبنا ان اكيد كل ده بسبب القلادة، وبيقول كده معناه ان صاحبتنا ديت اللي هي حبيبته موجودة هنا في المكان ده، وان هو لازم يحصل عليها بسرعة المرة دي، وان هو مش هيسيب حب حياته يضيع من ايديه مرة تانية. وبعد ما بياخد جولة رجع للناس اللي كانوا بيتكلموا عنه بكل سوء وبيقول لهم معلش انا رجعت لكم خلاص، ممكن بقى تشرحوا لي وتكلموني عن كل حاجه؟ محتاج حد منكم يبدا يشرح لي ويفهمني كل حاجه. المهم الطفل الصغير ده قرر ان هو يتبرع بنفسه، وبيقول له ان هو هيتمشى معاه وهيحكي له كل حاجه عن الغابه ويحكي له كل حاجه عن العالم ده، لان هو خبير ومطلع. وقال له بقى ان العالم ده بيسكنه الجان وبيسكنه الاقزام كمان، وان اقوى حد مخلوقات فيه تعرف باسم التنانين، لكنها مش موجوده حاليا الا في حاجه اسمها وايفرن بس، لكن التنانين نفسها مش موجوده. وبدأ يشرح له عن كل حاجة. هو بيقول له ان في 3 اقمار في العالم ده. صاحبنا بص كده بيقول فرصة ان انا اكتشف عالم جديد وكمان حبيبتي هتكون موجودة فيه. مرة واحدة بقى بنلاقي بنت من المجموعة ماسكة بنت صغيرة وبتقول محدش يقرب مننا، احنا لازم نموت احنا الاتنين، احنا الدودة اخترقت قلبنا، ولو ما قتلناش نفسنا دلوقتي الدودة هتقفز جوانا وهنبقى وحوش وهنقتلكم، فلازم نخلص من نفسنا دلوقتي انا واختي الصغيرة والا هيحصل لكم كده. فهو لسه هتموت نفسها، لكن صاحبنا صوتها من ورا بيقول له انتظري، تقريبا انا عندي يعني فكره عن المشكله اللي انتوا فيها. وبيقول واضح كده من خلال الدنتيان، وبيقول لها ما تقلقيش هعالجك، وبيطلع سكينه. انت هتعمل ايه يا عم انت في ايه؟ المهم بقى صاحبنا بيدخل عليهم وبيقول لهم ما تقلقوش انا هنا. صاحبنا بقى بيقول له النبي لو تعرف تنقذهم انقذهم. فقال لهم والله انا اللي راح انقذهم بنفسي، انا مش محتاج طلبك يعني. وبيروح لهم هناك وبيقول لهم كده انا فهمت فين المشكله، وبيلاقي فعلا ان في حشره غريبه موجوده في القلب بتاعهم. بعد كده بقى تاني يوم صاحبنا بيبقى عرقان جدا وهو ماشي في الشمس. صاحبنا الراجل الجليدي بيبقى طبعا عطشان، طبعا الميه سخنه جدا والجو حر، علشان كده برد الميه بطاقه الجليد بتاعته. وبيقول لي الولد خد اشرب ميه. وبيفتكر بقى صاحبنا هو قاعد امبارح بالليل وبيقول يا عالم جديد، وبيقول انا مشتاق لحبيبتي هو يهون. ايه هو يهون دي يا اسطى؟ انت بتحبي معزه ولا ايه؟ المهم يعني صاحبنا يعني كان نفسه يلاقيها. بعد كده بقى بيقول للواد بيقول لك ايه تعالى لما اجمد لك الميه دي انت كمان وخد اشرب شويه يعني. واصحابنا كلهم بيحبوا الموضوع قوي، بيقولوا له بقول لك ايه احنا عايزين نشرب ميه ساقعه احنا كمان. صاحبنا حاكم السهول الوسطى بقى بتاع ميه يا جماعه خلاص يعني خلاص. المهم بقى صاحبنا بيطلع كريم وبيساعدهم كلهم، لحد ما الراجل قال له بقول لك ايه، لمعت عيناه في فكره جميله جدا. بيقول له انت النهارده هتشتغل بتاع ميه.
ولا انا بهزر يعني، هو مش هيشتغل بس حرفيا صاحبنا دلوقتي هيعمل مشروع صغير كده على جنب وهو هيبقى بتاع ميه مؤقتا يعني. صاحبنا بقى بيروح في وسط الشارع وبيعمل بقى عرض الميه بالطاقه بتاعته، والناس كلها بتعجب جدا لان البلد كلها كانت حر جدا جدا جدا، وطبعا اي حد نفسه في ميه ساقعه. والميه الساقعه ديت التاجر ده عمل منها مشروع بمساعده التلاجة بتاعته اللي هو حجم السهول الوسطى، وبالفعل المشروع بينجح والناس بتبقى متعصبه جدا لان الكميه قليله. لكن بيجي مره واحده صوت من ورا، والتاجر بيحاول ان هو يهديهم وبيقول لهم الصوت اهدوا كلكم والا هيحصل مشكله. التاجر بيبقى عنده مشكله مش قادر يسد على الزباين، لكن طبعا المبارز السحري اللي هو حاكم السهول الوسطى بيرجع لهم وبيقول لهم لو سمعت حد تاني بيتكلم هصحكوا ومفيش تلج. صاحبنا رغم ان هو كان حاكم السهول الوسطى لكن بيظل هو برضو الشخص الطيب في الموضوع كلها او القصة كلها. المهم يا صديقي صاحبنا بدأ ينظم الموضوع، وطبعا كان ده كله علشان يحيي جمعية التجار اللي هي صاحبها الراجل العجوز الكبير اللي جنبه ده، لان هي الجمعية انهارت لما اتهزم ضد عائلة من عائلة الدوق اللي هي في المملكة. المهم بقى صديقي ده الانتاج بتاعه. مرة واحدة بقى بيجي 3 من النبلاء وبيقولوا للبنت اللي عندك هاتلنا كل الايس كريم الموجود وبسرعة دلوقتي حالا. لكن البنت رفضت، فقال لها انت ازاي ترفضي طلب نبيل زي كده؟ انا بقول لك لازم كل الايس كريم يجي. صاحبنا بقى كان واقف وبيتفرج عليهم كلهم وشايفهم وهما بيهددوها، بيقول لها ان انا ممكن اقتلك دلوقتي عادي جدا بحيث انك انت بتردي على نبيل. فواحد منهم قال لهم محدش يتصرف بتهور يا جدعان، وبيقول لها بقول لك ايه، انا عايز دلوقتي كل الايس كريم اللي عندك، هل هتدينا ايس كريم ولا هناخد احنا بمعرفتنا؟ وبيبص لها بصه كده بيخليها تجيب ورا على الاخر، وبتقول له حالا دلوقتي انتظر. لكن بيجي راجل العجوز من ورا كده وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ محدش يعمل كده ولا حد يجيب لهم حاجه. وبيقول له انت وهو ابن انت وهو كل واحد يمشي من هنا بسرعه. فالتاني بيقول له هو انت عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ فقال له انا كل واحد هزعله هيقول لي انت ابن مين. بعد كده بيقول له ايه ده، استنى كده، هو مش انت تبع جمعيه التجار رويل؟ ويبص له كده نظره شر اللي هو انت جيت في ملعبي. وبيقول له بقول لك ايه، انت هتموت دلوقتي بتهمه انك رديت على نبيل. وبيمسك السيف علشان يقتله على طول، ولسه بيديله بالسيف في الرقبه يطيرها له، وبالفعل كان هيموته لكن بليزرد بيتدخل بقى في الوقت المناسب. فتاني بيقول له هو انت كمان بتصوت السيف نبيل؟ انت عايز تموت يا ابني ولا انت كمان؟ فقال له سيف؟ هي دي ضربه سيف ولا ايه؟ ايه ده، ايه شغل الاطفال ده؟ فالتاني بقى الموضوع بيستفزه جدا لانه بيبص له بلا مبالاه على الاخر يعني، وبيقول له واضح انك انت اللي هتموت الاول، وبيبدا يضرب فيه وبيقول له ضربه التنين القاتل، ضربه التنين الساحق وحاجات كده عبيطه جدا. وصاحبنا بيقول له يا ابني بطل عبط بقى الله يبارك لك، هنتخانق امتى؟ فصاحبنا بليزرد كان بيلعب معاه بكل الطرق اللعب، وقال له بقول لك ايه، بضرب الصباع واحدة على طول ضربها له في ايديه، عمل له ساعة بنتين زي ما احنا شايفين كده، خرم له ايديه على الاخر بصباع واحد، ما بالك انت بقى بالصوابع الباقية. وبيقرب منهم لكن التانيين بيزعقوا له وبيقولوا له هو انت عارف ده ابن مين؟ فقال لهم الله يخرب بيتكم، وانا كل واحد في البلد بقى امسكه يقول لي انا ابن مين ولا مش ابن مين؟ فبيقول له انت هتموت النهارده هتتقطع. فبيقول له بقول لك ايه، واضح انك انتم عايزين تتربوا. فالتاني بيقول له بقول لك ايه، سيبك منه ده انت مش قده. فقال له ايوه انا عايزك انت اللي قدي بقى. وقال له شايف الصباع ده انا هقعدك عليه دلوقتي. فقال له هو انت مين بحق الجحيم وازاي وايه اللي بتعمله ده؟ فمسك له عصايه وقال له انا اللي هربيكم كلكم يا شويه كلاب علشان تتعلموا ازاي تحترموا الاكبر منكم سنا. وبيمسك العصايه بالفعل وبيغلفها من الماء وبيخليهم يقعدوا زي الشاطرين كده يفضلوا يسمعوا النشيد الوطني ويعتذروا. بنروح بقى الملك البلاد الملك توموليفا، ايه ليفا دي مش فاهم. المهم بقى كان بيتكلم ان في دولة تانية داخلة مع حرب مع دولة تانية، وبيقولوا ان في واحد من الدول ديت استأجروا واحد كده يعتبر من اقوى السحرة الموجودة في العالم، مشهور جدا وسط يعني الفئات القتالية العالية. المهم بقى بينصدم لما وبيقول ان الشخص ده دايما مش هدفه بيكون الفلوس، الشخص ده بيروح كده بمزاجه. وبيقول واحد منهم لكن في حاجة واحدة الراجل ده كان عايزها طول عمره الا وهي في المملكة التانية. فقال له هل ممكن ان هو ممكن ينضم للحرب بسبب الحاجة ديت؟ فقال له ده اكيد انضم بسبب الاميرة بتاعت المملكة التانية لان هي الحاجة الوحيدة اللي هو بيحبها، وواضح كده ان الملك اخوها هيضحي بيها علشان ينقذ مملكته. المهم بقى صاحبنا بيقول له الملك بتاعه بعد ما الدنيا ما خلصت عايز اتجول كده في الساحه واكل ايس كريم، سمعت ان في ايس كريم مشهور جدا في الساحه. وبيقول له كمان ان الايس كريم ده احب الحسه. هو ايه اللي تلحسه ده، انت ملك عيل بصحيح. المهم بقى صاحبنا البارون بليزرد كان قاعد وبيقول له شويه الاطفال اللي من الجمعيه التجاريه اللي عنده ويقولوا له اللي احنا عايزين نتعلم القتال بعد اذنك.
فصاحبنا بيقول لهم ده مش قتال، قصدي ده مش سحر، ده قتال من مريم. وبيقول لهم حاجه، بيقول لهم والله ان ده ما سحر. هم بيقولوا له طب علمنا القتال، علمنا اي حاجه. فصاحبنا بيغلط وبيقول لهم ماشي. فبيفرحوا جدا على الاخر. وبعد كده صاحبنا بيشوف نظره عينيهم المتلألئه على الاخر من كتر الفرح، وبيفتكر نفسه لما كان زمان صغير، وبيقول ان هو كان عنده نفس الحماس زيهم كده، وكان بيطلب من المعلم بتاعه ان هو يعلمه القتال. تعال بقى للحته المضحكه والاكشن في نفس الوقت. طلع ياكل الايس كريم في البلكونه، فشم ريحه كده حاجه من بعيد وقال لي ان في قتال بيدور في الغابه. ساب الايس كريم بسرعه وقال لي يروح يدور في ايه. هناك بقى في الغابه كان بالفعل في قتال مميت بين مجموعتين من الناس. اول مجموعه كانت الملك اللي راح ياكل ايس كريم، كان خارج هو والحاشيه بتاعته وفارس واحد هو اللي كان خبير. اما الباقيين فكانوا فرسان عاديه. لكن طبعا مجموعه من المختلين ومعاهم ساحر نار من الليتش اللي هو الناس الاقوياء جدا جدا بيحاول يهجم على الملك وبيقتلهم. لكن طبعا كان معاه فارس من النخبه. المهم بقى الفارس النخبه ده صد الكره الناريه الكبيره اللي كانت المفروض هتقتل الملك، لكن النتيجه لكده اتعور على الاخر. المهم بقى المعركه كانت باينه ان هي دايره كلها، واللي هيكسب فيها اللي هم المغتالين، لان القوه بتاعت الملك تراجعت على الاخر. لكن هناك برضو الفارس ده كان من المستويات العليا، يعني مش اي حد يقدر يهزمه بكل سهوله كده. المهم بقى فارس النار قال له طب انا هديك واحده تانية، وبسرعه على طول نزل عليه شلال من الجليد قضى عليه على طول. وبعد كده بيبص فوق بيقول لهم ايه ده، هو انتوا اخدتوا بالكم مني ولا ايه؟ واضح كده ان انا كشفت يا سنه سودة. وبيقول لهم طب انزل العب معاكم بقى شويه. وبينزل لهم بسرعه وبيبدا يلعب معاهم، ومحدش اصلا بياخد باله من تحركاته. حركاته كانت سريعه جدا حتى على الناس من الفئه العليا اللي هم المغتالين. فصاحبنا بيقول له انا اللي هقضي عليك، وبيديله بالسيف وبيقول له اخيرا هقطع رقبتك. فقال له رقبه مين يا ابني؟ انت بتعمل ايه؟ هي دي تقنيه السيف ولا ايه؟ وبيمسكه وبيمسح بكرامته الارض وبيعمل منه سياخ شاورما بيدوقها للملك. فالملك بقى بيعجب وبيقول له ايه ده؟ هو في ايه؟ هو اللي انا شايفه ده صح ولا لا؟ وبيقول له انا عايز اعرف مين الشخص ده. الشخص ده جامد جدا، جامد تنين. وبيقول له انا شايف فيه ان هو امل المملكه، الشخص ده لازم نحصل عليه باي طريقه من الطرق. المهم بقى المغتالين قالوا هنعمل ايه مع الشخص ده؟ فالتاني بيقول لهم انا هقتلكم يا كلاب، انتوا السبب في اللي حصل. الايس كريم بتاعي ساح دلوقتي، زمانه ساح. فاصحابنا قالوا ايس كريم؟ هو عبيط ده ولا ايه؟ فصاحبنا كان بيتكلم بجد وانا بقول لهم الايس كريم وبتضحكوا على الايس كريم بتاعي كمان. انا هوريكم ازاي يا كلاب انك انتوا بتتكلموا عن الايس كريم بتاعي اللي ساح بسببكم. وبيقول لهم هعد من 1 ل3، لو لقيت كلب هنا هقتله. اصحابنا بيقول له عد لحد 10، احنا 3 وانت 1. فراح مخزوقهم كلهم حرفيا زي اساخ الشاورما، علقهم على خوابير. الملك بقى والفارس بتاعه انصدموا جدا من ايه ده؟ ايه القوه المرعبه اللي فيها ده؟ صاحبنا عنده طاقه مرعبه جدا لدرجه ان هم قالوا عليه امل المملكه، لكن اول لما بيقضي عليهم بيهرب على طول وبيمشي وبيسيبهم. قال يلحق ما يتبقى من الايس كريم. والملك بيقول للفارس بتاعه هاتهولي، لازم نعرف هو مين ده. فقال له سيب الموضوع ده عليا، وصدقني انا هعرف لك هو مين، وهنعمل له دعوه ويجي لك كمان. صاحبنا بقى كان قاعد هناك بيعلم الاطفال زي ما قلنا في المملكه، بيعلمهم ازاي ان هم يستخدموا الفنون القتاليه، وكان مبسوط بيهم جدا. المهم بقى الملك جاله الرفض من هو، لان هو بعت له المبعوث بتاعه كذا مره وقال له معلش ان هو كل مره بيرفضني. فقال له طب انا الشخص دوت انا عايز اقدم ليه مكافاه، ده انقذ حياه الملك. طبعا انت كذاب، انت عايز تستغله. فقال له انا ممكن احاول مره تانية. فقال له لا، هو احنا بلا كرامه للدرجه دي؟ في نفس الوقت بقى بتيجي الاميره ايشيليا اللي بتدخل هناك وبتتكلم مع ابوها وبتقول له هو ليه الخادم ده واضح ان هو يعني زعلان على الاخر. فبيقعد معاها وبيحكي لها ان هو اتعرض لعمليه هجوم وكان هيموت لولا تدخل الشخص ده. فقالت له ده بابا انت كويس؟ طب ما هو قاعد قدامك يا بنتي كويس، هو انت عبيطه ولا ايه؟ المهم بقى بيحكي لها ان هو بعت له دعوه كذا مره لكنه بيرفض الدعوه دي. فصاحبتنا بتقول ازاي يرفض دعوه ابويا ده؟ ابويا لطيف حتى. وبتقول انا هروح بنفسي وادعيه، والمره جرب الايس كريم اللي انا دقته هناك ده. صاحبنا بقى كان بيعلم الاطفال، والاطفال بالفعل بدأوا ان هم يتعلموا الفنون القتاليه. ومره واحده وهم اثناء لما كان بيتكلم معاهم بيجي بقى المبعوث وبيقول له مش انا رفضتك يا ابني؟ فقال له بس مره واحده القلاده اللي معاه اللي هي بتدل على حب حياته بتنور للأميرة إيشيليا اللي واضح إن هي البنت بتاعته اللي هو بيحبها واللي اتجسدت فيها، واللي بيشوف إن الاتنين شبه بعض فعلا. ولما بيقعدوا مع بعضيهم بيتعرف عليها، بتقول له انا الاميره ايشيلد. وبيقول لها او هي بتقول له هو انت ليه كنت بترفض الدعوه من ابويا الملك؟ صح، مش ابويا بعت لك الدعوه كذا مره ولا ايه؟ فانا بدعيك بقى انك تيجي. فقال لها قشطه انا موافق اجي. فصاحبتنا قالت ايه ده؟ ما توقعتش ان هو يوافق بالسرعه دي، وبتقول لنفسها
ايه ده؟ انا توقعت ان هو هيقول لا، يعني هو ليه رفض؟ هيرفض ازاي وهو شايف القمر اللي قدامه ده؟ وبيقول صاحبنا ان ديت ابنة اعلى شخص في هذه المملكه، هي حبيبتي. وبيقول انا لازم اخطط كويس علشان ما يحصلش اي خطا زي ما حصل زمان. وبيروح للراجل بقى بتاع الجمعيه وبيقول له ان هو عايز يتجوز الاميره على بلاطه كده. فقال له اميره مين يا جربوع؟ انت مين وهي مين؟ ده هي اميره المملكه. فصاحبنا قال له ايه؟ هو انت بتتكلم ازاي؟ بص له بصه رعب كده وقال له اصل انت مش فاهم، دي اميره المملكه. اميره يعني اميره، وانت اصلا شخص غريب ومش فارس وغامض وملكش اسم واسمك سيف سحري. اما هي المفروض تبقى عندها امير تتجوز حد ذو مكانه عاليه جدا. فصاحبنا قال له لو المكانه العاليه هي الموضوع يعني، فانا دلوقتي هبقى شخص جامد جدا طحن في الشيخ يعني، وهوصل لمرتبه عاليه وهتجوزها، يعني هتجوزها. وبيقبل دعوه الملك وبيروح هناك علشان يقابل الملك اللي هو هيبقى حمال مستقبلي. ابشروا يا جماعه. المهم الملك بيفرح بيه جدا وبيقول له مبروك اخيرا جيت. والاميره بتبقى مكسوفه جدا لانها كانت وعدها وعد ان مفيش حد هيقابله غير الملك. وهناك بقى بيقابل الولد ده وبيفتكره وبيقول ومش ده الولد اللي هو انا ربيته في الساحه من كام فتره؟ وبيبص له بصه كده بيضحك له باستفزاز على الاخر. فالواد يا عيني بيتشل وبيقوم علشان يتخانق معاه، لكن مره واحده الدوق اللي هو والده بيقول له اقعد دلوقتي، احنا في حضره الملك يا امك. بس بيقول له هنتقم لك بعدين. وده بياكد الاشاعات اللي الملك بيقولها هو والفارس بتاعه ان هو اتهزم من فعلا منه. المهم بقى بيقول له الملك هو انت ايه اللي خلاك تقبل دعوتي بعد ما رفضتها 10 مرات؟ فقال له والله انا ما رفضتهاش، انا بس كنت مشغول بالايس كريم والتلج وانت عارف الانتاج يا ملك يعني. فقال له فعلا مظبوط. بعد كده بقى بيفتكر اللي هو ولد حبيبته التاني بيقول ده الملك ده حمامه بالنسبه له. وبيقول له انت اكيد عارف انا جايبك النهارده ليه؟ انا جايبك النهارده علشان اكافئك، علشان انت انقذت الملك ومشيت بسرعه كمان، يعني انت ما كنتش عارف ان انا ملك ولا طلبت مكافاه. فالبنت بتقول له يا ابي ده انقذك، ليه ما ندلوش لقب بالمره؟ هو ان هو ينقذ الملك من عصابه قويه زي ديت لازم نديله ونكرمه ان هو ياخد لقب كمان. فصاحبنا بعد تفكير وافق وقال له انا هدي لك لقب. وقال له كمان انت اسمك ايه؟ فقال له اللي انا بلا اسم. فقال له والله انا هديك اسم البارون، اللقب البارون، وكمان هخليك اسمك بليزرد. بليزرد ده لانك ظهرت زي الضوء القوي في يوم عتمة مليت الحياة نور. وانت انهض ايها البارون بليزرد، انت من النهاردة هتكون امل المملكة. طبعا صاحبنا كان مبسوط جدا. مرة واحدة دوك اتكلم بقى وقال له احنا لازم نديله حتة ارض كمان، ما ينفعش كده واحد زي ده ما نديلوش حتة ارض. فقال له ارض ايه؟ كل النبلاء هيعارضوا. فقال له مش هيعارضوا لان في ارض كده جليديه في اخر المملكه، في اخر واخد بالك انت، طبعا بلا حكم واحنا عايزين حاكم ليها، لازم نحكم نروح للمنطقه ديت وهو سمة الجليد. فايه رايك يروح هناك؟ وطبعا كل اللي كان واقف عارف ان هو بيحاول يبعده عن الملك وعن الاميره. وطبعا صاحبنا وافق وقال ان دي فرصه جميله جدا علشان انا اثبت جدارتي حتى في منطقه زي دي. وبكده بينتهي معانا ملخص الفيديو الاول. لو عجبك يا صديقي اوعى تنسى انك تعمل لايك واشتراك ليا واكتب لي في كومنت